لا يزال مستقبل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي يثير الكثير من الحبر في وسائل الإعلام السعودية والعالمية، وميسي البالغ من العمر 35 سنة يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي حتى 30 من يونيو 2023، ومع اقتراب نهاية عقده مع الفريق الباريسي تلقى الأسطورة الأرجنتينية عرضا تاريخيا من نادي الهلال لضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي. وفي هذا السياق نفى الإعلامي الرياضي مساعد الجريسي توقيع ميسي على عقود الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مثلما تردد مؤخرا وألمح الجريسي في تصريحات تلفزيونية إلى توقيع مذكرة تفاهم فقط بين ميسي والهلال لبدء الاتفاق على شروط العقد، وعن عدم تصريح الأسطورة الأرجنتينية بشأن مستقبله. كشف الإعلامي الرياضي عن أن ذلك بسبب نادي باريس سان جيرمان، وأشار مساعد الجريسي إلى أن عقد ليونيل ميسي مع فريق العاصمة الفرنسية يشمل بند يمنعه من الحديث عن مستقبله أو مفاوضاته مع الأندية الأخرى. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.